السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بقى هنعمل مع بعض وصفة جميلة جدا. هنعمل البيكاتا باللحمة بالمشروم. طبعا الوصفة دي ما نستغناش عنها على سفرتنا في رمضان. من أجمل الوصفات اللي بحبها جدا وبحب أعملها. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الفيديو بتاعنا ونشوف احنا هنعملها مع بعض ازاي. أول حاجة عندي هنا اللحمة بتاعتي بتكون كده متقطعة كده قطع صغيرة، وبيكون طبعا سمكها مش تخين ومش رفيع. انت بتقولي للجزار انا عايزه لحمه قطعها لي بكته، بيقطعها لك، هو عارف هو هيديكي ايه. بعد كده بقى هنتبلها بتتبيله كده بسيطه جدا، هنحطها عليها رشه ملح ورشه فلفل اسود وهنتبلها. مش بتتبل باي توابل تانية غير كده، البيكاتا بنتبلها بملح وفلفل فقط، ما نضيفش اي بهارات تانية. لو ضفت لها اي بهارات تانية مش هتديكي اي طعم. بعد كده بقى هجيب عندي على البوتاجاز طاسة، هنزل فيها بمعلقتين كده كبار من الزيت، وهنسيب الطاسة لما تسخن كويس جدا. انا عايزة الطاسة تكون سخنة عشان لما ندي للحمة صدمة تاخد معانا اللون اللي احنا عايزينه اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. انا بعد الطاسة ما سخنت طبعا انا نزلت كده بقطع اللحمة بتاعتي، وهسيبها بقى لما تاخد لون من تحت، وهنديرها على الناحية التانية. بعد كده بقى اكيد هي خلاص كده خدت لون من تحت، شايفين شكلها ما شاء الله. هنقلبها على الناحية التانية تاخد نفس اللون. ما ينفعش النار تكون هادية خالص، لو وطيت النار هتبص تلاقي اللحمة نزلت مية ومش هتاخد معاكي اي لون. هنخلص بقى كل الكمية اللي عندي، وهقول لكم بقى الخطوة اللي بعد كده هنعمل ايه. هنجيب طاسة تانية بقى على النار، برضو هنحط فيها معلقتين حلوين من الزيت، وهنزل ببصلاية متقطعة كده مكعبات صغيرة كده زي ما احنا شايفينها كده بالشكل ده. هنسيب البصلة لما تدبل شوية. بعد البصلة ما دبلت معايا شوية، هنزل بعد كده بفصين من التوم. التوم بيدي نكهة جميلة جدا للبيكاتا. وهسيب البصلة بتاعتي لما تاخد اللون الذهبي. ما ينفعش البصلة تتحرق في الوصفة دي، لو حرقت البصلة هتديكي طعم مش حلو جدا في اللحمة. لازم البصلة تكون لونها ذهبي زي ما احنا شايفين كده بالشكل ده. اول البصلة ما توصل عندك كده باللون ده، هننزل بقى عليها بالمشروم بتاعنا. انا المشروم اللي عندي كان معلب، ولو عندك بقى مشروم فريش يكون اجمل واحسن بكتير. هنقلبها كده تقليبة بسيطة، نقلب المشروم كده مع البصلة والتومة، وهنركنها بقى على جنب. وبعد كده يا حبايبي هنجيب طاسة برضو فيها معلقتين من الزيت، لو عندك زبدة ماشي، عندك سمنة ماشي، اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وهننزل بعد كده ب3 معالق صغيرين من الدقيق، وهنقلبهم كويس جدا لحد الدقيق بتاعي ما ياخد اللون البني. وما ينفعش برضو نحرق الدقيق زيادة عن اللازم عشان هيديكي برضو طعم مش حلو. اول الدقيق بتاعي ما يوصل للون البني الفاتح اللي احنا شايفينه ده كده، هننزل بكوباية من المية. ولو عندك شوربة يكون افضل واحسن بكتير طبعا. انا حطيت هنا كوباية كبيرة من المية، وهنزل برشة فلفل ورشة ملح، وهنضيف مكعب مرقة. بعد كده يا حبايبي هنجيب بقى المشروم بالبصل بالثوم اللي احنا حمرناه مع بعض، وهنضيفه على الدقيق، وهنقلبه. طبعا البصل برضو بيدي لون حلو جدا وطعم جميل جدا للبيكاتا، بيضيف معانا اللون، بيخلي اللون معانا، بصوا هتشوفوه دلوقتي تحفة. بعد كده عشان بقى نزود التست معانا وندي للبيكاتا بتاعتنا طعم اجمل واجمل، هنضيف معلقة كبيرة من الكريمة. بتخليلك البيكاتا في حتة تانية خالص. لو ما عندكيش مش مشكلة، بس الافضل يعني والاحسن ان احنا نضيف معلقة من الكريمة، بتدي طعم جميل جدا جدا جدا.
اعمليها كده بالطريقة دي وجربيها، ما شاء الله هتعجبك جدا. بعد كده بقى هجيب اللحمة بتاعتي اللي احنا شوحناها على النار، وهننزل بيها في الصوص بتاعنا، وهنسيبها تاخد وتدي مع بعضها. هنوطي عليها النار وهنسيبها لما تستوي، وهوريكم بقى شكلها ولونها والصوص بتاعها عامل ازاي. شايفين يا حبايبي شكل البيكاتا بتاعتنا كده بعد ما استوت؟ شايفين شكلها ولونها وقوام الصوص بتاعنا؟ تحفة تحفة بجد. ممكن بقى تقدميها مع رز بالشعرية، مع رز ابيض، قدميها بقى بالطريقة اللي تعجبك. هي كده خلاص اللحمة عندي استوت، هطفي عليها النار وهنقدمها كده مع بعض. انا قدمتها مع رز ابيض كده بالشكل ده. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك وشير والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. كان معاكم نورة وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.